So should we We start saying? realized that ISIS is not, at the moment, now, was not the biggest threat to Rojava. There are much bigger threats, and the biggest, and has been throughout, is the Turkish state. I think people came here as internationalists to defend Rojava, and we are here to defend Rojava against whatever the biggest threats it faces. عشان الهجمات اللي صارت على عفرين هي ما تختلف بشيء عن الهجمات اللي صارت على الخابور، ودائما الدولة التركية تسمح بتسهيل الرهابية وتحاربنا على طول من 100 سنة نحن كمكونات سرياني آشوري أرمني. ونحن ما في فرق بيننا وبينهم بين عفرين، ونحن كمان إذا بيطلع بإيدنا رح نروح على عفرين ونحميها كمان ونوقف بوتشن للأعداء. الدولة التركية هي تبع الجبهة اللي دخل جبهة النصرة، مثل ما دخل على راس العين دخل على كوباني، يعني عم يدعمون بالسلاح بالتدريب بالألبسة بكل شيء عم يدعمون. كنا نشوفهم، يعني كنا براس العين كنا نشوفهم منين عم يجي، يعني يفتح لهم معبر يفوتوا على مناطقنا. طبعا تركيا من بداية الأزمة عم تعمل أكاديميات للتنظيمات الإرهابية وتدعمها وتدربها وتسلحها وبعتتها لأراضينا هون وفشلت كمان. وبس أول شيء طبعا عملت جبهة النصرة وتوابعها وفشلت بهالشيء، وهلا عاملة داعش، وداعش كمان بنهايتها وعم تنهار. ومن شافت داعش عم تفشل عم تحاصر رفاقنا واخوتنا بمنطقة عفرين، وبدها تدمر العيش المشترك بيناتنا هون والوحدة اللي تجمعنا هون كمكونات كرد وسريان وآشورية وعرب وأرمن.